5 كلمات بتدمر شخصية طفلك. أول حاجة الشتيمة والإحباط، إنك تفضل تقول له أنت فاشل، أنت عمرك ما هتنجح، أنت غبي. ده بيأثر على تفكير الطفل وبيخليه يقتنع بالعقل الباطن بتاعه إن هو فاشل وبالتالي عمره ما هينجح. استبدل الكلمات دي بأنت طفل ناجح، برافو عليك، شد حيلك، حاول المرة الجاية هتبقى أفضل. علق على باب أوضته يافطة مكتوب عليها دكتور محمد، دكتور محمود، مهندس علي. الكلمات دي بتديله حافز ان هو يتطور ويبقى افضل في المستقبل. تاني حاجة الحب المشروط، انك تقول له انا مش هحبك غير لو عملت كذا، او انك تقول له انا مش بحبك عشان انت امبارح اتشقيت مثلا. ده بيحسس الطفل ان الحب عنده بشروط وان اهله مش بيحبوه حب مطلق. حب طفلك حب مطلق، واوعى ابدا تستخدم كلمة ما بحبكش او بكرهك، واستبدلها دايما بكلمة بحبك وأنا ما بحبش الفعل الفلاني اللي أنت بتعمله. حاول تبين له إنك بتكره الفعل ومش بتكرهه هو شخصيا. رقم 3 المقارنة، إنك تفضل تقارن طفلك بأصحابه أو إخواته أو زمايله، وإن فلان أحسن منك، أو فلان متفوق أكتر منك، أو فلان مؤدب أكتر منك. ده مش كويس أبدا. لكن قارن الطفل بنفسه وإنت هادي بتبقى أفضل، لما بتذاكر وبتسمع الكلام بتبقى أشطر، وهكذا. 4 الدعاء عليه، إله أعدمك وروح إلهي ما ترجعش، والكلام ده حتى لو أنت مش قصده ممكن يصادف إن الدعوة دي ربنا يتقبلها منك ويضر طفلك، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الفعل ده. 5 الشماتة فيه، إنك تقول له يعمل حاجة وما يعملهاش فيقع مثلا أو يفشل فيها، فتفضل تشمت فيه وتقول له مش أنا قلت لك ما عملتش كده ليه؟ لا، لما يحصل حاجة زي كده احضنوا أطفالكم واحتووهم وعرفوهم ايه الاخطاء اللي وقعوا فيها، وان شاء الله المرة الجاية مش هنقع فيها تاني. الكلمات دي مهم جدا استبعادها من قاموسنا الحياتي مع اطفالنا، علشان نحصل على اطفال اصحاء نفسيا واقوياء لمواجهة التحديات، وما تكونش ابدا شخصيتهم متدمرة او مهزوزة.